السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم رمية تماس، حيث نقدم لكم كل جديد عن الكرة الإفريقية والعربية. النهاردة معنا خبر ناري وتصريح صادم من مارسيل كولر، المدرب السابق للنادي الأهلي، بعد ما تم الإعلان رسمياً عن توليه قيادة الهلال السوداني. إيه اللي قاله كولر؟ وإزاي ممكن تكون المواجهة لو اصطدم بالقلعة الحمراء في دوري الأبطال؟ خليك معنا للنهاية. نادي الهلال السوداني أعلن في بيان رسمي على حساباته عبر السوشيال ميديا عن التوقيع مع المدرب السويسري مارسيل كولر بعقد يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث. القرار كان مفاجئ للبعض، لكن حسب مصادر داخل النادي، إدارة الهلال شايفة أن كولر هو الرجل المناسب لبناء فريق قوي قادر على المنافسة القارية. لكن الأهم من التعاقد هو أول تصريح أطلقه كولر بعد إعلان توليه المنصب، واللي قال فيه وده نصاً: أشكر إدارة الهلال على ثقتها فيا. كنت أتابع الفريق عن قرب خلال مواجهاتنا السابقة، وأعرف حجم هذا النادي وجماهيره. تجربتي مع الأهلي كانت استثنائية، لكن الآن أنا هنا لصناعة تاريخ جديد مع الهلال. وأضاف أيضاً: لن أنسى لحظة اللعب في درمان، الأجواء كانت رائعة، وأنا متحمس للعودة إليها، ولكن هذه المرة من مقعد القيادة لأصحاب الأرض. ولما سئل عن احتمالية مواجهة الأهلي في دوري الأبطال، قال: أنا مدرب محترف، لو واجهت الأهلي سأبذل كل جهدي للفوز. كل ناد له احترامه، ولكن تركيزي الآن على الهلال. مشروعنا يحتاج عمل كبير وسنبدأ فوراً. تصريح كولر فتح باب الكبير للتكهنات. هل نقدر نشوف قمة عربية إفريقية نارية بين الأهلي والهلال يقودها نفس المدرب السابق للقلعة الحمراء؟ الجمهور الهلالي متفائل، بينما جمهور الأهلي كان عنده آراء متباينة. البعض شايف إن كولر قدم كل اللي يقدر عليه، والبعض التاني شايف إن المواجهة قد تكون ثأرية لو حصلت. دلوقتي عايزين نسمع رأيكم. هل كولر هيقدر يصنع الفارق مع الهلال؟ وهل ممكن الهلال بوجوده يكون منافس حقيقي على لقب دوري أبطال إفريقيا؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل أخبار الكورة أول بأول.